ومن القواعد أيضا اتفاق الأئمة الأربعة ليس بحجة ولا بإجماع. عانكم الله على القواعد الأصولية لكنها مفيدة جدا والله. اتفاق الأئمة الأربعة ليس بحجة ولا بإجماع. ماذا نقصد؟ من نقصد بالأئمة الأربعة؟ أصحاب المذاهب، الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد رحمه الله الجميع رحمة واسعة. لا تظنن أنهم إذا قالوا بقول يكون حجة أو أن الحق لا بد أن يكون موافقا لأقوالهم، لا. فاتفاق الأئمة الأربعة ليس بحجة ولا يوصف بأنه إجماع. ولذلك قد يكون القول الراجح في خلاف ما قالوه. مثال واحد فقط: من فوت الصلاة متعمدا هل يقضي ولا لا؟ اتفق الأئمة الأربعة على أنه يقضي، لكن القول الصحيح أنه لا يقضي، واختاره شيخ الإسلام. هذا قول على خلاف المذاهب الأربعة. طيب، لو طلق الإنسان زوجته 3 تطليقات في مجلس واحد، هل تبين منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا طلاق الثلاث واحدة؟ يعني لو قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، جمع الثلاث في مجلس واحد، اتفق الأئمة الأربعة على أنه تقع الثلاث كلها، لكن القول الصحيح أن طلاق الثلاث طلقة واحدة. إذن ليس بالضرورة يا طلبة العلم أن يكون ما اتفق عليه الأئمة الأربعة هو الحق. فإذا ليس اتفاقهم لا بإجماع ولا بحجة.